تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. أهلا وسهلا بكم مستمعينا حول العالم أينما كنتم، مستمعي راديو سلام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في هذا الشهر الكريم. اليوم 19 رمضان، بدأنا ندخل العشر الأواخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر وهو راض عنا. موضوع حلقة اليوم هو مشكلات وحلول زوجية. طبعا نحن في سلسلة من العلاقة بين الزوجين وكيفية حل المشكلات وكيف يبنوا حياتهم بشكل سعيد أو بشكل صحيح. فإحنا نستمر في نفس السلسلة الآن، وموضوعنا اليوم حيكون عن المشكلات وكيفية حلها. طبعا لما نتكلم عن المشكلات في الحياة الزوجية، هي شيء طبيعي جدا كما هو في الحياة أساسا، لأنه إحنا ما إحنا في الجنة، فوجود المشكلات شيء لازم وشيء ضروري. الضرورة واللزوم فيه ليش؟ وجود المشكلات يكشف نقاط الضعف والقوة في علاقة الرجل والمرأة، نقاط الضعف والقوة في فهمهم لفكرة الزواج الإسلامي الصحيح، نقاط ضعفهم وقوتهم في فهم كيف يطبق مسألة الحقوق والواجبات بين الزوجين في الإسلام، كيف تطبق. فهذه المشكلات هي اللي تكشف كمان عن مدى قوتهم وصلابتهم في تحمل مسؤوليتهم تجاه هذا الزواج، ورغبتهم في أنهم يستمروا في هذا الزواج، ورغبتهم في الاستمرار في التعلم دائما والتطور في هذا الجانب حتى يكونوا أسرة قوية سليمة صحيحة. لذلك المشاكل شيء طبيعي جدا. طبعا ما نبغى نقول مشاكل ملح الحياة، نبغاها ملح معتدل، لا ضغط مرفوع ولا ضغط نازل. في النهاية هو شيء صحي تماما. لكن في الزواج دائما المشاكل هي تاخذ شكل وبعد آخر، والزوجين أو خاصة الزوجة نظرا المرأة أنها هي حساسة أكثر، إذا حدثت مشكلة على طول تكبر الصورة في ذهنها وتشوف أنه هي خلاص أصبحت في مشكلة كبيرة، في مصيبة كبيرة. لكن بالنظر للمشاكل اللي يتعرض لها الزوجان، نحن لازم نعرف أنه في عوامل معينة تحدد شكل المشكلة وبعدها، وأنه هي ممكن تكون مشكلة كبيرة أو صغيرة. إيش العوامل اللي تأثر في هذا القياس أو في هذا التحديد لهذه المشكلة، أو وصف هذه المشكلة بأنها مشكلة كبيرة، مشكلة عادية جدا، مشكلة بسيطة يمكن حلها أساسا ما في مشكلة، عشان نقول هذا الكلام. هناك عاملين مهمين جدا. أول شيء العامل الأول اللي هو متعلق بعمر الزواج. المشاكل اللي تظهر في الزواج اللي عمره من سنة ل5 إلى 7 سنوات تختلف تماما عن المشاكل اللي تظهر في مثلا زواج مستمر صار له من 5 إلى 15 سنة. وبالنتيجة كمان تختلف نوعية المشاكل اللي تظهر في عمر الزواج اللي من 15 سنة وطالع، 40 سنة. هل هي نفس الشيء؟ لا، مختلفة تماما. إذا عمر الزواج يحدد أيضا حجم المشكلة وشكل المشكلة. العامل الثاني يتعلق بالزوجين. لما نقول يتعلق بالزوجين، كيف متعلق مثلا بعمر الزوجين. كم عمرهم هذول الزوجين اللي عندهم مشكلة؟ هل هم في عمر متقارب، في مسافة عمرية بينهم مثلا فرق عمري كبير، في عمر زي بعض، المرأة أكبر من الرجل، الرجل أكبر؟ هذا مهم جدا نحن نعرفه. ذكرنا احنا طبعا عمر الزواج. الشيء الثاني اللي هو الخلفية العلمية والثقافية أو ثقافة الزوجين. الخلفية العلمية والثقافية، هل الزوجين اثنينهم متعلمين مثلا تعليم أكاديمي؟ هل أحدهم متعلم تعليم أكاديمي والثاني أقل منه بمراحل؟ قد يكون ممكن أقل أكاديمية لكن يكون ممكن مثقف، أو اثنينهم أساسا مهم متعلمين. هذا الشيء يلعب دور كبير جدا في أن احنا نحدد حجم هذه المشكلة حتى نستطيع أن احنا نتعلم كيف نحلها.
العامل الثالث اللي هي البيئة اللي يعيش فيها الزوجان. الزوجين من فين جايين؟ من أي بيئات؟ في رجال يجوا من بيئات محافظة تماما، في نساء تأتي من بيئات محافظة. هل الزوجين محافظين؟ لما نقول محافظين يعني دينيا، يعني ملتزمين مثلا بأحكام الشرعية اللي هي الأساسية، أو بزيادة شوية. ممكن يجي الزوجين واحد فيهم منفتح، يعني زي ما يقولوا إيش، يعني فري، وتيجي مثلا المرأة أو أحدهما يجي لا، محافظ تماما، يعني ملتزم بأحكام الإسلام. أو يجوا الاثنين منفتحين تماما، وبرضو بانفتاحهم هذا كمان إيش البيئات اللي جايين منها، إيش الأفكار اللي يحملوها. عادة في الزوجين اللي يكونوا منفتحين تماما، يعني غير منضبطين بالأحكام الشرعية، في الغالب أفكارهم يعني تدور مع الحرية وحدود الحرية واحترام، يعني عبارات فقط، يعني لكن ليس لها في واقع الحياة أي تأثير في حياتهم هم، بدليل أنه عندهم دائما مشاكل معقدة تماما. العامل اللي بعد كده يتعلق بالزوجين هو الوضع الاقتصادي. الرجل والمرأة من أي وضع اقتصادي جايين؟ ربما يجي الرجل من بيئة غنية أو من بيئة مرتاحة ماديا، ما عنده مشاكل مالية، وتيجي المرأة من بيئة أقل منه بكثير، أو تيجي المرأة من بيئة مرة يعني مرفهة عند أبويها مثلا، أو أغنياء أو مرفهة، خلينا نقول بغض النظر إيش ما يكون الأب والأم، ومدللة، فيكون الرجل أقل منها في الناحية الاقتصادية. فهنا نقول إنه تحديد المشكلة، حجم المشكلة، عشان نقول عليها مشكلة كبيرة ومشكلة وسط ومشكلة صغيرة وما في مشكلة، هذه العوامل كلها لازم ننظر لها لما نيجي نقيس أو نطلق على المشاكل مسميات معينة. طيب لو جينا للزوجين اللي في عمر الزواج البداية، يعني اللي هو سنة ل5 سنين ل7 سنين، إيش طبيعة المشاكل اللي تكون بينهم موجودة في الغالب؟ في الغالب هدول النوعية من الأزواج حديثي العهد بالزواج نفسه مشاكلهم مشاكل داخلية. لما نقول مشاكل داخلية إيش معناها؟ مشاكلهم تتركز في جانب إنه الرجل لسه ما يعرف المرأة، ولا يعرف طبعها، ولا يعرف مزاجها، ولا يعرف عادتها، ولا أي شيء عنها، ولا هواياتها، ولا إيش تحب ولا إيش تكره. وفي الغالب يعني إنه الرجال يعني في بداية الزواج مثلا دائما يعني يقبلوا بالأشياء الجيدة اللي تظهر وخلاص، يعني ما يشغل نفسه الرجل إنه يعرف يتعمق في فهم ومعرفة شخصية زوجته. وهنا أنا ما ألوم الرجال، لأنه في الغالب نحن جايين زي كده، يعني المجتمع كله جاي بهذا الشكل، والوضع العام يعني بهذا الشكل، إلا من رحم الله طبعا. يعني في بعض الرجال ما نقدر نتكلم عنهم للاستثناء هذولا، لكن احنا نتكلم عن الشيء العام. وتيجي المرأة في أول سنوات الزواج تشغل نفسها بعد الرجل، خلاص تزوجت وصار عندها بيت ومملكة واستقلت، وطبعا في صورة ذهنية عن الزواج والزوج في ذهن المرأة أكثر من الرجل، يعني شوية عند النساء يعني الخيال يغلب على الواقع، فترسم لزوجها صورة نموذجية أو خيالية في ذهنها، وتبدأ تحاول تلبسه هذه الصورة في واقع الحياة. فهي بدل ما تنشغل 100% أنها تتعرف عليه، تحاول أنه تطبق الصورة الذهنية اللي عن زوجها اللي في ذهنها عليه هو. فمشاكلهم في الغالب هنا هو في التواصل، ما عندهم قدرة على أنهم يتواصلوا بشكل جيد، لغتهم مختلفة، زي كأنه واحد يتكلم هندي والتاني يتكلم ياباني، ما في التقاء. فلازم يعني اثنينهم يمشوا خطوات أمامية شوية، يتعلموا لغة بعض في التفاهم، يعرفوا كيف يتفاهموا، كيف يتواصلوا، لأن هم شخصين مختلفين تماما. فمش معقول يعني يدخلوا في موضوع الزواج وحيبدأوا على طول يعني يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي جدا كأنهم يعرفوا بعض من 100 سنة عادي. لا يمكن هذا الشيء يصير. فدائما يكون الخلاف انه انا قلت له هو قال لي وما فهمني وما مش عارف ايش، هو تواصل فقط، ما في اي مشكلة ثانية. وفي الغالب يعني هذا النوع من المشاكل هو حله هو انه الزوجين يبذلوا جهد شوية ويتعرفوا على بعض، زي كأنهم يتعرفوا على أصدقائهم. صديق جديد، صديقة جديدة في حياتي، أبغى أتعرف عليها ولا لا؟ راح أتعرف عليها لازم.
وراح أغض الطرف عن اللي ما يعجبني، وراح يعني أتنازل شوية عشان المركب تمشي وأتعرف فقط. نفس المبدأ المفروض أن الزوجين يعملوا بهذا الشكل. فلما يكونوا يحاولوا يخلقوا لغة مشتركة للتواصل تغيب تماما هذه المشكلة. وهذا الشيء ملاحظ يعني بقوة، انه المرأة تيجي، قلنا احنا من بيئة مختلفة، من مزاج مختلف، تيجي تتصادم مع زوجها، ابغى والله اروح كل يوم عند اهلي. يجي الرجل لا انا ما احب كذا، وعمرنا احنا في بيت انا ما شفت امي تخرج ومش عارف ايه. طيب خلاص، يعني انه هذه الاشياء دخلت في بعضها الان، يصير الاثنين لازم يوجدوا حل وسط. تقدري تروح عند اهلك بس مو كل يوم، مرة في الاسبوع، مرة كل 10 ايام. بهذا الشكل يوصلوا للنقطة في النص، يعني يلتقوا فيها. وعادة هذا المشاكل هذه يعني طبيعية جدا، يعني تحدث في أي مكان، حتى بين الأخوان والأخوات في البيت الواحد تحدث بشكل طبيعي. اللي يضخم الموضوع منهم الرجل والمرأة لما يشوفوا إن هم كأنهم دخلوا في الحيط زي ما يقولوا، أو في الجدار، وما هم عارفين يحلوا الموضوع، ويدخلوا فلان وعلان من الناس، وتكبر المشكلة، وما يقدروا يفهموا إن هم لسه في أول سنوات الزواج، وده طبيعي جدا. هذه نوعية المشاكل اللي في أول سنوات الزواج. في مرة من المرات يعني أنا سمعت يعني من أثق به وحضرت الموضوع ذا كله، أنه كانت المشكلة غريبة في أول سنوات الزواج، هي أنه المرأة لما تزوجت لسه ما صار لهم يعني سنة حتى في الزواج، قررت تنفصل. والسبب بسيط جدا. السبب له ما له دخل بالتواصل الداخلي فقط، إنما بالوضع الاقتصادي، إنه أنا والله أبغى بيتي كامل مكمل، كأنه يعني هي صار لها في هذا الزواج 15-20 سنة تبغى بيتها كاملا مفروش من وإلى. فكان هذا السبب الوحيد يعني للطلاق. وهذا كانت أغرب يعني حالة تمر علي، لأنه غير منطقي أساسا هذا الكلام. لكن احنا قلنا أنه بعض النساء تأتي وفي ذهنها صورة خيالية شوية عن الزواج وعن الزوج وعن الحياة الزوجية، وتحاول تطبقها في واقع الحياة مع زوجها، وتتصادم مع الموضوع هذا كله. فالنتيجة إيش بتكون؟ نتيجة طلاق مبكر غير مفهوم أساسا. يعني طبعا احنا ما نبغى نخوض في تفاصيل، طيب كيف كان وليش، وهل كان ممكن تفادي الموضوع، هل كان ممكن كل شيء. لكن كان أول شيء العلاج الرئيسي إنه الصورة الذهنية هذه أول شيء تنمسح، وترجع المرأة تفكر بشكل واقعي تماما، عشان تقدر تعيش الواقع زي ما هو وتتدرج في حياتها الزوجية. طيب بالنسبة للمشكلات الزوجية اللي عمر الزواج فيها من 10 إلى 15 سنة، إيش طبيعة المشاكل في الغالب تكون في هذا الجانب؟ طبيعة المشاكل في هذا الجانب اللي عمر الزواج فيه من 10 إلى 15 سنة، تنحصر المشاكل فيها بين يعني حيكونوا خلاص الزوجين بدأوا الآن تعرفوا على بعض، مضى 5 سنين 10 سنين لزواجهم، خلاص الآن تعرفوا على بعض تمام. مشاكلهم حتكون فين؟ في اتجاه إيش؟ تاخذ اتجاه خارجي. تتجه مشاكلهم إلى أهل الزوج وأهل الزوجة. كيف تيجي هذه الشغلة؟ هنا يصير الأهل والزوجين اعتادوا على بعض، فيبدأ تدخلات، يبدأ كل واحد من الأهل يحاول يتدخل في حياة هذا الرجل وهذه المرأة. مو لازم يكون في مشكلة حدثت حتى أنهم يتدخلوا، لا، قد ربما يتدخلوا يعني مثلا الأم تزور بنتها وتشوف شيء مثلا في البيت، ولا تشوف أي شيء فتقول ليش ما تقولي لزوجك جيب كذا، وليش ما تسوي، وليش ما تفعل. هنا تدخل. طيب في أشياء ما لها دخل فيها الأم، أو الأم تيجي مثلا تزور ولدها والرجل والمرأة منسجمين في التعامل معهم، فتيجي الأم الزوج تقول ليش تعاملك زوجتك بهذا الشكل؟ المفروض تعاملك كده، أنا حتى أبوك ما تعامل معها بهذا الشكل، والحرمة لو أعطيتها وجه تصير بهذا الشكل. هنا يتدخلوا. هم الآن يجوا زيارات السلمية، لكن يخرجوا هم حاطين بذرة مشكلة في البيت. أو مثلا تيجي الحمات، وده في الغالب يعني لأنه النساء مع نساء مشكلة، تزور مثلا ولدها في بيته، فتستقبلها مرة ولدها استقبال كويس، يعني اللي هو العادي جدا، يعني بدون مبالغات كثيرة. فتنظر للحمات كأنه هو تقليل من قدرها،
وليش تقابلني كده ووجهها ما أدري كيف كان وعبست في وجهي، وتروح يعني الأم يعني أو الحماة تطلع عيوب في الزوجة، ممكن يكون حقيقية ممكن تكون غير حقيقية. وتيجي المرأة أو الزوجة تقول ليش أمك طالعني كده وليش قالت لي كده، قصدها أن أنا ما أعرف كده، ما أعرف أسوي بهذا الشكل، ما أعرف أنا أدير بيتي مثلا، أو ما أعرف، ويدخل الموضوع. فأغلب المشاكل تدور مع أهل الزوج وأهل الزوجة. أهلك قالوا لي، أمك قالت لي، إخوانك قالوا لي، هذا هو، أختك قالت لي، كلها تدور في هذا الجانب. وبعد كده ينتقلوا بعد هذا النوع من المشاكل إلى مشاكلهم الثانية اللي هي في الدرجة الثانية، اللي هي تكاليف الزوجين في البيت. الآن صار عندهم أولاد، فالمرأة تقوم بمهامها داخل البيت والرجل يقوم بتكاليفه خارج البيت، فيبدأوا يتصادموا. أنا البيت هذا بيتي لوحدي، أنت ما تساعدني، وأولادك هذول هم أولادي لحالي، ليه ما تكلمهم؟ ليش وهم صغار يعني الأولاد يكونوا؟ فغالبا المشاكل هي بهذا الشكل. أهلك وأهلي وقالوا لي وقلت لهم وجينا ورحنا وسوينا وما عزمونا وما جابولي وما باركولي وما هنئوني وما عزوني وما قال، كله في هذا الإطار. أو شوف أولادك، أنا ماني لحالي، أولادي هذول أتعب معاهم، امسكهم شوية وخلاص. ويطلعوا بهذا النوع من المشاكل اللي هي في خارج دائرتهم. انتقلوا من انهم كانت مشاكلهم مع بعض في التواصل، الآن مشاكلهم خارج البيت، كيف يرتبوا علاقتهم مع الخارج وكيف يضبطوا أمورهم بحيث أنه ما تتحول هذه العلاقات الخارجية إلى مشاكل داخل البيت. طالعين فاصل معاكم وراجعين نكمل هذا الموضوع المهم، لا تروحوا بعيد. صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم مرة ثانية وحديثنا عن المشاكل في عمر الزواج. حسب عمر الزواج احنا وصلنا في عمر الزواج اللي هو أكثر من 15 سنة وطالع. ممكن لما نعرف إنه الزواج صار له 15 سنة وأكثر نفترض إنه ما في مشاكل تصير في هذا الزواج، خلاص الاثنين تعودوا على بعض
وعرفوا الحياة وعرفوا كيف يتجاوزوها، لكن في الحقيقة هو في مشاكل في هذا الزواج اللي من 15 20 سنة 30 40 سنة وطالع. ونوعية المشاكل في هذا العمر الطويل في الزواج حيكون في اللي هو المشاكل المالية أو الاقتصادية ومشاكل تربية الأولاد وهم كبار. لما نقول مشاكل مالية واقتصادية قصدنا نحن أنه ربما يعني يكون الزوجان يمر بأزمات مالية، ممكن يكون في تقصير في جانب الصرف المالي، مثلا المرأة تشوف مثلا الرجل يعني ما يصرف عليهم زي ما يبغوا، أو في حرص زيادة، أو إذا يبغوا شيء يعني بطلوع الروح يتجاوب معه فيتصادموا دائما. أو أنه المرأة تكون مثلا مسرفة، يعني الرجل كريم وكل شيء لكن المرأة تصرف المال بدون يعني حساب لأي شيء وبدون تدبير، فيتصادموا في هذا الجانب دائما لأنه في أزمات مالية تظهر. وطبعا الحجة دائما عند المرأة إيش حتكون؟ طيب أنا بصرف على البيت وأولادك يبغوا أبو مش عارف إيش، فالرجل يكون طيب وأنا من فين أجيب فلوس؟ ودائما هذا النوع من المشاكل هو اللي يكون يعني عائق في التواصل. أو أن المرأة تكون تشتغل وتساهم في البيت، تساهم في البيت بدون ما يطلب منها زوجها، بطبيعة المرأة يعني تحب المرأة المشاركة فتشارك، فمع الوقت تشعر أن الرجل انسحب من موضوع المصروفات المالية وتحملت هي مصاريف البيت المفروض ما تتحملها. وهنا تيجي مشكلة معقدة جدا، يعني كيف نفك الارتباط هذا؟ أنه المرأة خلاص صارت تعودت أنها تصرف والرجل تعود أنه هو يسحب يده. طبعا ليش نقول انه في مشكلة؟ لأنه كلا الطرفين يفهم التصرف السلوك بشكل خاطئ. المرأة تفكر انه الرجل انسحب، والرجل يفكر انه المرأة خلاص تبغى تتولى الموضوع، يعني فبالتالي ايش اثنينهم يعني يصرفوا في نفس المكان ما ينفع يعني. فبرضه هنا في سوء فهم. طبعا الصحيح في ده الموضوع بالذات انه كل واحد يقوم بتكاليفه، المرأة مش ملزومة انها تصرف، تبغى تشارك براحتها، يعني تشارك وهي تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، لكن ما تمن على الرجل ولا تقول له ولا شيء. أو من أول الأمر تعرفه إن هي حتشارك في كده وخلاص، يعني يكون الأمور واضحة، ما تنبني على أني والله فكرت والله حسبت والله ظنيت والله يعني شفت الأمور كده. هذا الخربطة والظنون والأشياء دي ما في داعي منها، وهي دائما سبب مشكلة. المشاكل الثانية اللي في هذا العمر من الزواج هي انغماس الزوجة مع الأبناء. المرأة يكون أولادها كبروا مثلا زوجتهم ولا كبروا بدون ما تزوجهم، تنغمس تماما معاهم وتدخل في حياتهم بشكل قوي جدا وتخرج من حياتها من زوجها. فالناتج إيش بيكون؟ الرجل يتعرض للإهمال. الرجل ما راح يشتكي يقول والله أنت أهملتيني بشكل صريح، لكن هو يشعر أنه هو صار في المرتبة الثانية وصاروا الأولاد هم في المرتبة الأولى. طبعا لما نيجي يعترض يعني المرأة ما راح تفهم أبدا أنه مسألة متعلقة بكيانه، أنه هو المفروض رقم واحد دائما وأبدا، وأنه هو الأول ويأتوا بعد كده الأبناء. إنما تفكر أنه هو مثلا يعني مراهق متأخر، أو إنه يبغى مشاكل ما يبغانا نهدأ، وإنه مثلا ما هو عارف يتفاهم معانا أو ما إحنا قادرين نتفاهم معاه وصار زي المتقاعدين. تعليقات كثيرة جدا تدور في هذا الموضوع، والحقيقة هو أن الرجل يتعرض بالصدق يعني للإهمال، والمرأة تنسجم أو يعني تدخل تماما في حياة أولادها وفي محيطها. لما نيجي نقول مثلا ليش تسوي زي كده مثلا نبين المشكلة هذه للمرأة أنه هذه هي سبب المشكلة الإهمال هذا، تقول خلاص يعني عشنا وقت طويل جدا الآن يعني خلاص نفس الشيء، يعني معنا عندنا مسؤوليات وتكاليف لازم نقوم فيها، يعني خلاص يعني أول أيام زواجنا كانت كل شيء تمام، مسؤولياتي أقل، الآن المسؤوليات أكثر، المفروض يشاركني، المفروض. ونسيت هي في خضم هذا كله أن الرجل كائن حي، يعني ما في شيء اسمه مفروض، دائما يحتاج رعاية واهتمام زي ما هي تحتاج رعاية واهتمام، لكن هي تحصل على الرعاية والاهتمام بشكل مختلف تماما. فهي لما تمنح أولادها الاهتمام والرعاية هم يعطوها، ويبدو بعد كده في نظر الأولاد كأنه الأب هذا هو ما بيهتم، هو في حقيقة بيهتم بالجميع، لكن يحتاج أنه هو يهتم به بشكل خاص تماما. فهذا التصادم اللي يصير في هذا العمر من الزواج يخلي الزوج دائما يعني ينسحب بهدوء إذا كان يعني ما يبغى مشاكل، ويسكت والأمور تمشي، فتبدو ظاهر الحياة أنهم منسجمين وحياتهم ما شاء الله تبارك الله ويعم السلام الزواج ويعم السلام الأرض، لكن الحقيقة هي مو كذا أبدا.
الحقيقة أنه كل واحد في مراحل عمر الزواج المختلفة بيتعامل مع المشاكل اللي تواجهه بطريقتين أو ثلاثة. طريقتين اللي هي حالة الهجوم، إما أنهم يهاجموا بعض في الكلام أو في الشخص أو في المشكلة، فبدل ما يفكروا في حل أنت قلت وأنت قلتي أنت قلت، وكل واحد خلاص يتمسك برأيه، فتركيزهم بدل ما يكون في المشكلة تركيزهم في أنهم يتمسكوا برأيهم. فطول الوقت لما هم يهاجموا بعض معناها أنهم راح يغلطوا على بعض، ومعنى أنهم يغلطوا على بعض معناها مشكلة تكبر من أنها شغلة بسيطة جدا أن تاخد بعد ثاني. فلما نتدخل مثلا نبغى نحل المشكلة بدأت كده، طيب وبعدين هي قالت لي وقلت له قالت لي وقلت له، نلاقي الكلام أخذ بعد ثاني ومسار آخر، وصار في إهانات وتطاول على بعض، وأصبحوا يجرحون بعضهم بالكلام. هذا أول أسلوب في أساليب التعامل مع المشاكل اللي قاعد يحدث الآن، اللي هو الهجوم. فبدل التركيز على المشكلة نفسها وحلها بهدوء، لا، يهاجموا بعضهم البعض. في أول الزواج بيصير هذا الشيء، في المرحلة الثانية أو في عمر الزواج مع التقادم شوية ياخذ شكل آخر، ما يكون في هجوم، إنما يكون في حالة انسحاب وهروب. يعني ما أبغى مشاكل، خلاص 10 سنين في الزواج، يعني 10 سنين إلى 15 سنة، ما أبغى مشاكل، ما أبغى صداع، ما أبغى بهذا الشكل. الرجل والمرأة نفس الفكرة عندهم، فتلاقيهم ينسحبوا من المشاكل أو خلافات، بدل ما يحلوها ينسحبوا عنها بهدوء. طب كيف عملية الانسحاب؟ كيف تظهر عملية الانسحاب هذه؟ إنه كلاهما ينشغل بشيء، بدل ما يجلسوا يمسكوا المشكلة وهي كده طازجة ويحاولوا يحلوها، لا، ينسحبوا. أنا مشغول دحين، بعدين نتكلم، خلاص أنا طيب دحين أبغى أشوف الأولاد، بعدين أرجع لك. وبهذا الشكل يخلقوا لنفسهم 100 عذر حتى إنهم ما يوقفوا مع المشكلة ويحلوها، فيصير في حالة انسحاب وحالة هدوء. هدوء يعني إيش هو؟ هدوء كاذب. هدوء يعني وسلام كاذب، مش حقيقي أبدا. ليش؟ طيب يعني يقول لك خلاص ما نبغى مشاكل، احنا يعني هذه مشكلة بسيطة ونقدر يعني نطنشها. طب اليوم هذه المشكلة بسيطة ونقدر نطنشها، وبكرة مشكلة تانية بسيطة، وبعد كده مشكلة ثالثة بسيطة. إن الجبال من الحصى. المشاكل البسيطة الصغيرة هذه لما ما نحلها أول بأول تصير تراكمات، وبعدين يصير في انفجار كبير جدا. يعني الانسحاب هذا ما جاب خير لصاحبه، إنما صار في انفجار كبير، وبعد كده ما عاد نقدر نصلح ولا شيء. فالزواج حقيقة حيكون ميت. يعني حتى لو بقوا هم الرجل والمرأة في علاقة الزواج هذه، في طلاق نفسي أصابهم وطلاق عاطفي في داخل هذا الزواج. طيب إذن التزام الهدوء والسكوت أمام هذه الخلافات ما راح يخفف من حدة النزاع، إنما بالعكس حيخلق لنا توتر دائم في السطح، وكل واحد على أهبة الاستعداد يعني للرد، واثنينهم يصيروا زي الكبريت، يعني أقل شيء على طول يشعل النار. فالحل الصحيح في هذه الحالة إيش هو؟ الخيار الوحيد الصحيح هو الوقوف مع المشكلة وحلها. لما الرجل والمرأة يقفوا أمام المشكلة ويحلوها، سواء كانوا في أول الزواج، سواء كانوا في منتصف عمر الزواج، سواء كانوا في العمر الطويل في هذا الزواج، هم بيتعلموا على بعض، وبيتعلموا نفسية بعض، وبيتعلموا شخصية بعض في التعامل مع المشكلة، وبيبان حقيقتهم في الأزمات، كيف يديروا هم الأزمات هذه. قدرتهم على حل مشاكلهم في داخل البيت وتعزيز هذه القدرة وتطويرها مع الوقت هو اللي بيساعدهم بعد كده أنهم يكونوا فعالين في حياة أبنائهم وفي حياة كل من حولهم. لأنه هذه المشاكل هي عبارة عن تجارب، وكل تجربة لما يمروا فيها بسلام وينجحوها، هم بينتقلوا لتجربة أقوى. بلاش نقول مشكلة أقوى، إنما يعني تجربة أقوى شوية، فبيستخدموا مهاراتهم السابقة في حل هذه المشكلة الجديدة. بهذا الشكل يقدروا يتعاملوا. أما أنه حالة الهجوم أو حالة الانسحاب كلاهما خطأ، وخطأ كبير جدا يقتل الزواج ويقتل المودة اللي بين الزوجين ويقتل الحب والاحترام اللي يكون بين الزوجين. إنما مواجهة المشكلة بهدوء وبتعقل وباحترام مع حفظ الحقوق لكلا الزوجين وانضباطهم بالضوابط الشرعية هو اللي يحافظ على شكل الزواج. طيب خلونا ناخذ صور من الخلافات الزوجية اللي تحدث. صور من هذه الخلافات نبدأ ببيت النبوة، من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت إحدى نسائه، كان في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فإحدى أمهات المؤمنين أرسلت طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتهت أكله وأرسلت طعام للنبي صلى الله عليه وسلم. فإيش اللي صار؟ أرسلتها مع الخادمة، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عائشة ودخلت الخادمة بهذا الطعام وقالت أم المؤمنين أرسلت لك هذا الطعام، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها غارت، يعني رمت الطبق من يد الخادمة وانكسر، سقط الطبق وانكسر. طيب بالأكل اللي فيه وكل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش سوى؟ لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث كان الرجل أزبد وأرعد، كان شتم، كان خاصم، كان زعق، كانت المرأة إما ردت عليه وإما يعني جلست في حالة انهيار وصدمة وبكى ووضع غير طبيعي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش سوى؟ بهدوء كذا جمع الطبق وقال جيبوا لها طبق ثاني وبس، يعني أبقوا الطبق المكسور في بيتنا وخذوا طبق جديد رجعوه لصاحبة الطبق هذا. وعلق تعليق بسيط جدا قال غارت أمكم فقط، وانتهت القصة على كده. معالجة سريعة جدا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلاش النبي، إنما لو كان حدث هذا الشيء في حياة أي رجل، المرأة وهي جاية مثلا جابت له أكل وطاح من يدها الصحن وانكسر، ولا كان إيش سوى الرجال؟ هل كان هيقول لا خلاص غدا الشر ما في مشكلة حصل خير وانتهت القصة، ولا كان قال إيش هذا ما تشوفي أنت عمية ما مش عارف إيش، وهي ترد عليه أنا الحق علي كنت أبغاك تاكل من هذا الشيء وجبت لك، ولا أنها تروح تبكي وخلاص ويجرحها؟ هذا هو الحل الآن اللي قاعد يصير، أو التصرفات مع المشاكل بهذا الشكل بدون مراعاة نفسية المشكلة أو صاحب المشكلة أو ما يحدث. في حدث ثاني برضو من بيت النبوة اللي هو في جانب تدخل الأهل. السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها، قال لها أين ابن عمك؟ على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فإيش قالت له؟ ببساطة يعني كان بيني وبينه شيء فغاضبني، أنا وهو تزعلنا في شيء وتركني وراح. ما دخلت في تفاصيل، ما قالت قال لي وقلت له وفعل لي وفعلت له، ما قالت ولا شيء. قال فين راح؟ قال المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المسجد لقاه نائم راقدا مضطجعا وقد سقط رداءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. خلاص ما دخلوا التفاصيل، ما دخلوا الأهل في المشاكل. وهذا هذا يعني علمنا إحنا المنطق الصحيح في حل الأمور. المشاكل ما تخرج برا البيت، ما تخرج بين الزوجين. أساسا إحنا نقول دائما تربينا إن إحنا نقول المشاكل ما تخرج برا غرفة النوم. الآن صارت تخرج برا غرفة النوم، تروح الصالة والجيران والشعب والسوشيال ميديا والناس كلها تعرف. فكيف نحن نرجو حل المشاكل، أو إن احنا نكون عندنا بيوت هادئة أو مطمئنة بهذا الشكل من النشر العام للمشاكل. الرجل والمرأة لما يعجزوا في حل المشكلة يختاروا من يثقون في علمه وعقله ودينه ويقولوا له تعال نبغى نحل المشكلة هذه الفلانية وبهذا الشكل وبهذه الثقة. بهذا الشكل يتم حل المشاكل. فبالتالي لا هو انسحاب ولا هو هجوم، إنما تعامل مع المشكلة بعقل. وإحنا قلنا أن البيوت المؤمنة، البيوت المسلمة لا تبنى على الحب، إنما تبنى على أداء الحقوق والواجبات مع الزوجين وتطبيق حكم الإسلام أو نظام الإسلام في جانب الزواج والزوجين في هذه الحياة، حتى ينعم الزوجان يعني بحياة هادئة مطمئنة. والمشاكل شيء أساسي. طيب لو حبينا إحنا نتكلم عن أنواع الناس أو الزواج، خلينا نقول أنواع الأزواج في التعامل أو مع المشاكل الزوجية، كيف تعاملوا معها؟ عندهم طبعا هم صفات معينة أو طريقة معينة للتعامل مع المشاكل. احنا عندنا 5 أنواع رح نقولها لكم إن شاء الله تعالى بعد ما نطلع فاصل ونرجع لكم بإذن الله. فاصل وراجعين. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات،
ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم مع عنوان اللي هو أنواع الشخصيات أمام المشاكل الزوجية. كنا احنا لما يتعرض الرجل والمرأة للمشاكل الزوجية في الغالب في أنواع، طريقة التصرفات هي اللي نخلينا نقسمهم إلى أنواع. فاحنا هنشوف اليوم إيش الأنواع. عندنا أول نوع النوع الهجومي، سواء كان رجل ومرأة طبعا في المشاكل. قلنا احنا هذا النوع الهجومي لما يصير فيه مشكلة على طول عنده هجوم، الحق كان معاه ولا ضده، فدائما هو يهاجم ويحرص على أنه يوجه الاتهامات للطرف الآخر بألفاظ قوية وتصرفات شديدة جدا، حتى أنه بعض الأحيان مع طول العشرة بين الزوجين يتجرؤوا على بعض في أنهم يصفوا بعض بصفات قاسية جدا، يعني بدون احترام للسنوات الطويلة اللي كانوا عايشين فيها مع بعض، فيصير في إهانات شديدة جدا. طبعا شعارهم هذه الفئة من الناس أو هذه الفئة من الأزواج والزوجات اللي هو الدفاع خير وسيلة للهجوم، خلاص على عميان يعني. طبعا هذول هنسميهم نحن زي أسماك القرش، يهاجموا على طول الخط يعني. فهذه مشكلة. وعندنا النوع الثاني من الأنواع اللي يتعاملوا فيها مع بعض عند حدوث المشكلة، اللي هو النوع المنسحب أو اللي ينسحب من الخلاف تماما. فهو الرجل والمرأة بمجرد ما يحدث مشكلة مع بعضهم البعض تلاقيهم ينسحبوا، ما يبغوا يخوضوا في الموضوع ولا ياخذوا ويعطوا ولا يعرفوا إيش هو، خلاص في حالة انسحاب، يقولوا إيش خلي العاصفة تمر، خلي الحياة تهدأ تماما وبعدين نمارس حياتنا عادي، يعني بدون الوقوف على المشكلة نفسها، خلاص انسحاب. الرجل يصرخ ويتكلم أو المرأة مش عارف إيش، ما حد يوقف مع في المشكلة نفسها ويشوف إيش المشكلة ويحاول يحلها ويتفاهم ويعرف جوانبها ويقضي على الموضوع تماما. إنما خلاص خلي ما أبغى أرد عليه، ما أبغى أرد عليها، خليه يتكلم زي ما يبغى أو خليها تتكلم زي ما تبغى، مهم. وبعدين يوم يومين ترجع حياتهم بشكل عادي جدا كأنه ما صار شيء. طيب، وإحنا قلنا أنه هذا أخطر أنواع المعالجات للمشاكل. الانسحاب هذا مشكلة، لأنه في النهاية يفرز مشكلة كبيرة ليس لها حل أساسا. عندنا النوع الثالث من المتعاملين مع المشكلة، سواء كانوا رجال ونساء، اللي هم نسميهم نحن الحمل الوديع. هذول دائما يفضلوا السلامة، النتائج كانت سلبية ولا إيجابية يفضلوا السلامة، ما يخوضوا في الأمور يعني. فهو يعني الزوجين في هذا الحالة هم إيش بيسووا دائما؟ إنهم بيحاولوا يحافظوا على العلاقة والخروج من هذه الأزمة بسلامة وهدوء مهما كانت نتائج هذه المشكلة، سواء كانت سلبية أو إيجابية. برضو هذول ما يختلفوا كثير عن المنسحبين، لكن هنا في النوع الثاني إنه الرجل أو المرأة يقبل بالحل الذي يطرحه الطرف الآخر، سواء كان صحيح أو غير صحيح.
طيب مو إنه يسمع ويمشي، لا خلاص يقبل ويطبق تماما. فهذه سلبية في التعامل مع المشاكل الزوجية بين الرجل والمرأة. فهذولا كمان مشكلة هم نفسهم مشكلة في أثناء التعامل مع المشكلة. عندنا النوع الرابع احنا نسميه زي الثعالب، يعني مراوغ مخادع، أو بالعامية اللي هم اللي يلفوا ويدوروا. طيب هذول عادة إيش بيكون نظامهم؟ يعني تتكلم في المشكلة ممكن يناقشك في المشكلة، لكن يدخل من هذه المشكلة يفتح لك مجال تاني ومخرج آخر وخلاص، فتخرج من دائرة المشكلة نفسها والحديث عنها والحل إلى موضوع تماما بعيد، وكل ما ترجع لأساس المشكلة يخرجك منها مرة ثانية. فالرجل والمرأة يشعروا بالإنهاك مع هذه النوعية، سواء كان الرجل هو من هذا النوع أو المرأة، كلاهما يشعر بالتعب أثناء الكلام لحل هذه المشكلة. طبعا هذه كمان مشكلة أخرى يعني معقدة تماما، وكل هذول المنسحب ولا الحمل الوديع ولا الهجومي ولا اللي يلف ويدور، هذول كلهم بيزيدوا العبء، يعني بيخلقوا مشكلة أكبر من المشكلة الأساسية من خلال سلوكياتهم. طبعا ليش يتصرفوا بهذا الشكل؟ لأنه احنا قلنا أنه الخلفية الثقافية اللي يأتي منها الرجل والمرأة تأثر تماما على نظرتهم للمشكلة وكيف يتعاملوا معها. كمان قلنا احنا أنه عقلية الرجل وعقلية المرأة في النظر للمشاكل في حلها، إذا كانوا يبغوا يحلوها والله بطريقة الإسلام ولا بالعادات والتقاليد ولا بخليط من هذا وهذا، يأثر يعني في سير المشكلة وحلها واختيار النمط اللي لازم يتعامل معه. الشخص المستقيم، الشخص اللي دائما يدور على الحل من الكتاب والسنة، من واقع ومن هوية أنه هو مسلم مرتبط بإسلامه، حنلاقيه دائما هذا الشخص يتمتع بالحكمة والذكاء في التعامل مع المشكلة. يعني لما تحدث المشكلة هو يقف مع المشكلة فقط، لا يعني ما يمسك صاحب المشكلة ويدخله ضمن الدائرة، إنما ينظر للمشكلة مجردة بعيدا عن هذا الشخص ويحاول أنه يحلها بالطريقة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فإحنا نقول إنه التعامل الصحيح مع المشاكل دائما لازم يخضع للثلاث خيارات اللي دائما نتكلم عنها، اللي هي إما خيار الإسلام، تطبيق أحكام الإسلام ونظام الإسلام بين الزوجين، مراعاة الحقوق والواجبات وماذا قال الله وماذا قال الرسول في هذا الأمر، ومعرفة من هو القائد في هذا الزواج ومن هو التابع لهذا الزواج وإيش دور كل واحد منهم. بالنظر لهذه الأشياء معناها اختيار الحل راح يكون من جنس الشيء اللي احنا اخترناه، فالحل حيكون من الإسلام حياتي. فإذا كان الحق على الرجل ولا المرأة كلاهما راح يعترف بأنه الحق عليه وتنحل المشكلة، وكلاهما رابح، يعني الرجل رابح والمرأة رابحة سواء كان الحق لهم أو عليهم. ليش؟ لأنه اعترافهم أساسا بالمشكلة وقبولهم بالحل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى هذه بحد ذاتها طاعة. أما الأنواع الثانية اللي ذكرناها أنهم اللي ينسحبوا واللي يلف ويدور واللي يراوغ واللي يقبل بأي شيء، معناها هذول اختاروا الحل اللي يكون إما جاي من العادات والتقاليد وإما جاي من الأفكار الغربية. فالمراوغين عادة يكونوا يقبلوا بالحلول اللي جاية من الغرب، يعني الأفكار اللي تيجي إنه الرجل لازم إيش يسوي والمساواة وأنا زي ما لي زي ما لك، وهذه الأفكار هذول عادة الناس بيكونوا مراوغين في إيجاد الحلول لها، لذلك حياتهم دائما تكون معقدة. أما الناس اللي ينسحبوا أو الهجوميين هذول عادة بيختاروا الحلول اللي تكون جاية من العادات والتقاليد والخلفيات الثقافية اللي يأتوا منها. من هنا نبغى نذكر بشيء مهم جدا، إنه في حل المشاكل أول شيء مهم جدا هو النية عند حل المشكلة، الصدق مع الله سبحانه وتعالى وصدق النية في حل وإيجاد حل لهذه المشكلة والتعامل مع الله سبحانه وتعالى عند البحث عن حل هذه المشكلة هو هذا الأساس. لأن الله راح يهدي الرجل والمرأة للحل الصائب، راح يدلهم على الحل المناسب، لأنه ما راح يبتلي الله الرجل والمرأة بمشكلة إلا هو قد هياهم أساسا لأنهم يعرفوا الحل الصحيح. الشيء الثاني لازم ننتبه له أنه أثناء المشكلة، حدوث المشكلة، قبل المشكلة وأثناءها وبعدها، لازم نتذكر أنه في الزواج في حقوق وواجبات لازم تؤدى. يعني بسبب وجود مشكلة ما يقصر كلا الزوجان في الحقوق والواجبات التي عليه، إنما يؤدونها كاملة لبعضهم البعض، لأنهم هم يؤدوا حق الله في هذا الشيء اللي هو التطبيق. الله أمر بكذا
خلاص نحن نسويه. في مشكلة ما في مشكلة ما يختلفوا عليها شيء، خلاص في مشكلة عرفنا احنا في مشكلة. لكن هل هذا معناها أن الرجل والمرأة يتجرؤوا على بعض ويسيئوا لبعض ويشتموا بعض يعني يفشوا أسرار بعض، ولا أنهم يهينوا بعض، ولا أنهم يقصروا بعض ويؤذوا بعض؟ هل هذا هو المقبول؟ يعني مثلا غير مقبول تماما، إنما هذا مما يغضب الله ويرضي الشيطان. ولازم نتذكر أن الشيطان هو بالمرصاد للبيت المسلم. بس بالمرصاد كيف؟ وجود المشاكل شيء طبيعي، لكن ردة فعلنا نحن مع المشكلة وطريقة تعاملنا معها هي اللي تبين عقلنا إيش فيه. هل عقلنا في مراقبة لله سبحانه وتعالى؟ هل تفكيرنا في مراقبة لله؟ هل في فهم لكيفية الحلول المشكلات في الإسلام؟ هل نحن نعرف نتعامل مع هذه المشاكل من خلال فكرة الإسلام؟ أم أن نحن بنتعامل مع مشاكلنا وحلولها من غير أفكار الإسلام، نجيبها من أي مكان، من علم النفس الخارجي، من الأفكار الغربية، من أي شيء من الأشياء؟ هذا اللي راح يعرفنا تماما هذه المشاكل ماذا يوجد داخل عقلنا. إذن نذكر مرة ثانية، المشكلة مو مهمة، إنما ردة فعلنا وطريقة تعاملنا مع المشكلة واختيار نوعية الحل هو هذا الشيء المهم. أحب أذكركم تماما أنه التعامل مع المشاكل الزوجية هو خيار، كيف نتعامل معه وكيف ننظر له وكيف نستفيد منه في مرحلتنا أو في زواجنا الذي سوف يستمر من هنا إلى الآخرة بإذن الله في جنة الخلد. كنت أنا معكم خديجة برهان في حلقة اليوم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا هذا فيما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. ألتقيكم بإذن الله تعالى في نفس الموعد في الأسبوع القادم، في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم وسل إن شئت عنا، علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إذا ردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. إن أردنا للهوى والجهل حدا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد والحلم.